السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب يا جماعة، النهاردة موضوعنا ان شاء الله عن حاجة مهمة جدا. ازاي تبقى قاعد في بيتك طاقتك حلوة وفي نفس الوقت مرتاح. تاني حاجة، لو انت مثلا في الشغل او راجع او من مشوار مثلا خرجت اي حاجة، ما تحسش ان انت مخنوق وانت راجع. ما تحسش ان انت تقول ايه هو انا راجع تاني البيت، ده ايه القرف ده. تمام. آه ازاي تحس ان بيتك او المكان اللي انت بتقعد فيه مريحك نفسيا. يعني انت تحس ان انت مرتاح نفسيا، تحس ان انت مبسوط، او ما تحسش على الاقل الخنقه من البيت، اللي هو ان انت قاعد مخنوق من البيت، زهقان من البيت، متضايق من البيت، حاسس ان في حاجه غلط في البيت. بيحسسك دايما ان انت عايز تطفش من الاخر كده. تطفش من البيت. فالاحساس ده بيبقى ليه عده عوامل. طبعا منها عامل انا مش هتكلم فيه لانه مش هقدر، مش بتاعنا ومش بتاعكم، يعني بتاعكم انتوا مش بتاعنا. اللي هو الواحد لو عنده وقت مثلا فراغ، يقدر يشوف ايه اللي ممكن يعمله في الوقت الفراغ ده. ما يبقاش بس ان هو حاسس ان هو زهقان بسبب فراغه. لو بسبب فراغ يبقى انت عايز تشوف وقتك انت هتقضيه في ايه. دي بتاعتكم. عندك شغل متأخر او عندك شغل ممكن تخلصه بدري، يبقى خلصه بدري. تتفرج على فيلم بقى، تمثيلية، تلعب، تعمل اللي انت عايز تعمله. في ناس بتحب ممكن تخرج. تمام. بس اللي عندهم مثلا شغل مثلا في البيت هيكملوه، عنده حاجة في البيت عايز يعملها، ممكن يقعد في البيت ويتفرج على فيلم او تمثيلية وكل الكلام ده، ورغم كده بيحس ان هو مخنوق. قعدته في البيت تخنقه. قعدة البيت مش مريحة، بحس ان انا مش مرتاح في بيتي. كل الكلام ده آه، ليها بعض الأسباب اللي نقدر نتغلب عليها، علشان نبقى قاعدين مبسوطين في البيت ومش زهقانين، وما نطلعش زهقنا وغضبنا وخنقتنا على الموجودين في البيت. تمام. يعني هم لهمش ذنب يعني. طيب، عندنا مثلا اول حاجه، زي ما قلت لكم زي قبل كده في الفيديو اللي فات، احنا في فصل الصيف مش الشتاء. فلازم دايما تحافظ على حراره جسمك ان هي تبقى هاديه. لو انت خرجت في مشوار او كنت راجع من الشغل وجسمك كله سخن، تاخد دش بارد او ميه ساقعه، ميه ساقعه تبرد رجليك، تبرد حراره جسمك. والمناطق دي بالذات بتاعت الرقبه لو بتعرق، العرق فيها بيبقى بيضايق قوي بسبب مش بس التلزيق، لكن العرق اصلا لما بيجف على جسمنا بيبقى خارج اصلا من الجسم، بيبقى ميه، او بالاصح زي الحمض البولينه، مع الاملاح اللي الموجوده في الجسم بتطلع. كل ده بيسحب من طاقتك. فانت ممكن لو انت بره في الشارع، خارج من شغلك، خارج بره في الحر ده وزهقان، الطاقة المشاعر السلبية اللي انت محملها دي بسبب الخنقة والغضب والزهق والقرف وكل الكلام ده، لما تبدأ تعرق دي واخدة من طاقتك. المية بتتبخر، بس بيفضل في الاملاح دي اصلا لها القدرة على حفظ الطاقة وامتصاص الطاقة والاحتفاظ بيها. عاملة زي الملح، عاملة زي الاحجار الكريمة، عاملة زي كل كلام. الاملاح ليها قدرة على الاحتفاظ بالطاقة. فلما بتطلع من جسمك وتبقى على بره، فهي طالعة أصلا محملة بكم طاقات. أنت ممكن تبدأ تهدى، بس هي لسه فيها الطاقات دي. فيفضل إن أنت تستحمى مثلا، أو بمية تشرف نفسك، كل الكلام ده. ده جزء من الأجزاء المهمة إن أنت تخلي بالك إن الحاجات دي تبقى محملة بطاقتك. إيه تاني اللي ممكن يكون محمل بطاقتك وأنت نفسك تهدى وتفضل الأشياء دي محملة بطاقتك؟ الهدوم اللي أنت لابسها. يفضل لو انت متضايق بقالك فترة او مخنوق وعايز تفك ومش عارف تفك، تغير هدومك. لو ما قدرتش تاخد دش او كل الكلام ده، او انت حاسس ان انا لسه واخد دش بس حصل مثلا موقف ضغطني جامد قوي، نرفزني جامد قوي 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 قوي، وعاوز اهدى ومش عارف اهدى، غير هدومك. الحاجات دي خصوصا لو انت قعدت فترة طويلة بالهدوم اللي انت لابسها في كم من مشاعر سلبية كبيرة. اهم حاجه ان انت تغير هدومك، خصوصا التيشيرت. الجزء التاني مثلا لو شورت او بنطلون اقل اهميه، لكن الهدوم كلها حاول تغيرها. لو تقدر تغير هدومك كلها غير. مش هتقدر تغير بس على الاقل التيشيرت اللي انت لابسه، لان اصلا التيشيرت موجود على مناطق الناحيه النفسيه بتاعتنا، منطقه الضفيره الشمسيه عند منطقه فم المعده، منطقه شكر القلب، منطقه الحلق،
دول اكتر 3 شكرات او مراكز طاقة بتبقى مسؤولة عن الناحية النفسية. فلما بيتلخبطوا بسبب المشاعر السلبية اللي احنا بنعيشها، بيتأثروا طبعا بيها. اقرب حاجة ملامسة ليها، عامل زي مثلا واحد مثلا ما بيلمس حد ويتكهرب منه، هو نفس الكلام. الشحنات اللي بتطلع منه للشخص التاني بسبب الكهرباء موصل للطاقة. دول برضو ليهم طاقة، بيتأثروا بطاقتك انت. فبسبب ان هم ملامسين لجسمك بيتأثروا بطاقتك. فانت لو قعدت فترة طويلة مشحون حاول تغيرهم. الاكسسوارز اللي انت لابسها، لو انت لابس اكسسوارز، لابس خاتم، لابس انسيال مثلا، هتبقى لابس سلسلة، كل الكلام ده شيله، اقلعه، حطه في ميه وملح. او لو مش هينفع تقول مثلا هيتأذوا مثلا، الحاجات دي هتبوظ مثلا او هتتبهدل بسبب الميه والملح، ان انا انقعهم في ميه وملح، حطهم على ملح. برضو الملح هيأثر عليهم. حط الحاجة في النص وحواليها الملح كأنك عامل رسمة دايرة، وحط الخاتم مثلا او الانسيال او السلسلة في النص. تمام. وقد ايه المقدار؟ كبشه ملح، تمسك بايدك كبشه ملح كده وترش داير، هتعمل دايره وتحط الحاجه فيها. عشان لو انت حطيت لو خايف مثلا انت تحط خاتم على الملح نفسه، يعني خدت كبشه الملح وحطيتها كده وحطيت الخاتم عليها وخايف ان الخاتم يتاكل مع الوقت، اعمل الموضوع ده. خايف ان انت تسقط الخاتم مثلا او السلسله او الانسيال في ميه والملح ويفضلوا قاعدين فيها فتتاكل زي ما بيقولوا. زي ما قلت لك، دايره ملح كده بكبشه ايدك كده، وحط الحاجه في النص. بتتساب الحاجات دي قد ايه؟ من 6 ساعات لما فوق. يعني حاول تسيب الحاجه دي موجوده على الملح او الميه والملح 6 ساعات لما فوق. 12 ساعه مثلا. بس في نفس الوقت برضو ما تكترش اكتر من 12 ساعه. 12 ساعة تشيل الحاجات دي وترميها وتغيرها، تحط ملح تاني. تاخد الملح وترميه وتجيب ملح تاني بداله. لو انت عايز تطول المدة اكتر من 12 ساعة، من ال 24 ساعة. فاكتر من 24 ساعة تلم الملح ترميه وتحط بداله تاني. تمام. دي حاجة. دول الحاجات اللي بتساعدك ان انت ما تبقاش خرجت من الخنقه او الضيقه، وتلاقي نفسك ممكن متضايق تاني او متضايق او مضغوط تاني. ليه؟ الحاجات اللي احنا لابسينها، هدوم، اكسسوارات، بتاخد طاقتها مننا، فبتأثر علينا تاني لو فضلت موجودة معانا. تمام. احنا قلنا كده الدش والاستحمام، الملابس اللي احنا لابسينها والاكسسوارات. تالت حاجة الأجواء اللي حوالينا في البيت. البيت طاقته مش بس بتتأثر بإن احنا مثلا موجودين فيه، بإن الناس القاعدة اللي فيه الناس كويسة ولا وحشة مثلا، أو زوار جايين لنا إن هم وحشين مثلا، طاقتهم وحشة بالأساس اللي هو موجود فيه. لا، في حاجة تانية بتأثر فيه مهمة جدا 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 جدا، ونقدر احنا كلنا نتعامل بيها. مش هقول لك مثلا حط بقى ملح في اركان المكان، مثلا البيت بتاعك، الزاويه بتاعك في كل زاويه. دي تنفع وتشيلهم برضو بعد 24 ساعه وترميها، بتساعد على تنظيف طاقه البيت. لكن من اقوى الحاجات انك تفتح الشباك في المكان، تفتح باب في المكان، يبقى فيه تيار هواء. تيار هواء. مش هفتح الشباك وعملت اللي عليا. ما تقوليش انا اصل انا فتحت الشباك، انا فتحت الباب. لا، لازم تحس ان في هواء كده داخل. لازم تحس ان في هواء داخل. الهواء المتحرك ده في المكان، الهواء ده بيمتص الطاقات السلبية وبيشحن المكان بطاقات إيجابية. وبيعمل كده معاك انت كمان. يعني انت لو لقيت في هواء حلو بره بيخبط، اطلع تخبط بالهواء. خلي الهواء يخبطك. الهواء لما بيخبط في الجسم بيمتص منه الطاقات السلبية ويشحنك بطاقاته الإيجابية. تمام. في نفس الوقت كمان التنفس. انت لما تتنفس هواء، يقول لك دايما تتنفس هواء نظيف، هواء جديد، هواء متجدد، هواء حلو. مش بس التنفس والاكسجين المتجدد والجديد والحلو، لا، وطاقه الطاقه المتجدده والطاقه الحلوه دي اللي انت ما بتتنفسها كلها بتخش منطقه الصدر والرئتين، تديك طاقه ايجابيه وتسحب الطاقه السلبيه منك وتطلعها بره. فما تبقاش قافل لي البيت وقافل الباب والشباك، وتلاقي نفسك مخنوق ومش عارف تفك، وتحس ان انت مخنوق من البيت ومن الدنيا وباللي فيها. ده طبيعي. انت لو جبت اي دخان بخور مثلا ولا حاجه، قفل، يعني عايزك مثلا تقفل الباب، تقفل الشبابيك. تمام.
احنا بنعمل كتير كده، وانا ساعات بعمل كده على فكره. بس لما باخد بالي ببدا افتح الدنيا. او مثلا ساعات بيبقى في فصل الشتاء والدنيا صعبه. المهم، جيب بخور، شغل كده وبص على الدخان هيبقى عامل ازاي. لو بتشرب سجاير ولا بتشرب حاجه، دخن كده وبص على الهواء هيبقى عامل ازاي. هتلاقي الدخان اصلا واقف قدامك، يعني انت خدت النفس مثلا ولا انت مشغل البخور، هتلاقي البخور نفسه والدخان واقف قدامك ما بيتحركش، يعني اخره كده اللي هو ايه يتحرك، بص يعني شايف حركه ايدي كده، تلاقي اخره كده، يعني واقف في المكان نفسه ما بيتحركش. فانت تنفسك والاكسجين والثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع، سيبك من الناحيه الفيزيائيه او العلميه، انا بتكلم طاقيه. الهواء اللي انت بتسحب، اللي المفروض يسحب الطاقه السلبيه ويطلع، هتلاقيه موجود قدامك، وتاخده تاني وتشده وتدخله تاني وتطلعه، ويقع قدامك وتشده وتطلعه. ليه؟ مفيش حركه هواء. فلازم يبقى في حركه هواء حواليك. الهواء اللي بيتحرك من اللي داخل من الشباك، اللي داخل من الباب. طب ما فيش، فتحت الدنيا وما فيش هواء يا احمد، اعمل ايه؟ هتجيب مروحه حلوه جميله، تحطها عند الشباك المفتوح ده، او الباب المفتوح ده، وتشغل المروحه، تسحب بظهرها، بتسحب الهواء اللي من بره، وتدخله جوه عندك في البيت. ده اقل الايمان، وحلوه مش وحشه، لان بتاخد الهواء من بره وتدخله على جوه، فبتعمل تغيير في الهواء في البيت، فبتاثر شويه انها تنظف الدنيا وتحسن من طاقه المكان. تمام. فكده عندنا طاقه بيتك، طاقه نفسك برضو زي ما قلت لك. لو لقيت حاجه زي كده، اطلع اتعرض للهواء. عندك جنينه، اطلع في الجنينه شويه. عندك بره في الشارع، انزل واتحرك في الشارع. عندك البلكونه، افتح البلكونه وخلي الهواء يخبط فيك. عندك شباك مش بلكونه، افتح الشباك وطلع جسمك شويه، مش ما تحتفش نفسك يعني. اطلع من الشباك شويه كده وخلي الهواء يفضل يخبط فيك. لو هو داخل اصلا وبيخبط فيك، خلاص يعني مش محتاج ترمي نفسك في الشباك. تمام. فخلي الهواء يخبط الخبطه دي، ودخول الاكسجين زي ما قلت، مش بلاش الاكسجين، دخول الهواء ويملى الرئتين، ويسحب الطاقه السلبيه كلها ويطلع. تنظيف رهيب على فكره، من اقوى الحاجات اللي انا لاحظتها بصراحه. طيب احنا كده عندنا، قلنا الهواء، وقلنا الميه والملح، الحاجات اللي احنا بنستعملها، او نحط ملح، كل كبشه ملح، كمثال 4 كبشات ملح، كبشه في زاويه، كبشه في زاويه، كبشه في زاويه، كبشه في زاويه، تنظف طاقه المكان. اخر حاجه عايزين نتكلم فيها، المكان اللي انت قاعد فيه، البيبان او الممرات او كل الكلام ده ما تبقاش مقفوله. يعني ايه ما تبقاش مقفوله؟ يعني مثلا عندك باب بيتك، ما تبقاش تفتح باب البيت وتدخل على الريسبشن مثلا بتاعك، تلاقي فيه كنبه مثلا او فوتيه ظهره للباب وقافل لك الباب. وحتى لو هو وشه للباب، مش هتفرق، المهم ما يبقاش فيه سد. ما تحسش ان في حاجه سد الطريق اول ما تفتح الباب بتاعك. ما تبقاش مثلا ماشي في طرقه في البيت عندك، وهتعدي وهتطلع من الناحيه التانيه، تلاقي مثلا بعد 2 متر مثلا كمثال، 3 متر في حاجه سد الطريق. الحاجات اللي بتسد الطريق في المداخل دي، هي بتعيق حركة الطاقة في المكان، مش حلوة خالص. فحاول انت مثلا تفتح باب البيت بتاعك، تخش تلاقي فيه براح زي ما بيقولوا، الدنيا قدامك سالكة كده، مش مفيش حاجة سد. حتى لو هتحط حاجة بتسد كده، حطها على جنب شوية، يعني تبقى محطوطة على جنب شوية، دي يعني كده أقل تأثيرا. يعني التانية الأولانية اللي اتكلمت فيها دي لو 100% مضرة، التانية دي لو على جنب شوية مثلا نقول 20 10% ضرر. ففي فرق كبير يعني. ممرات، بيبان، وانت ماشي ما تحسش ان في حاجه قفلت عليك الطريق كده، او سد عليك الطريق، بتلف من حواليها عشان تدخل المكان. ده اعرف ان ده تاثيرها اعاقه في حركه الطاقه، فيبقى ليها تاثير سلبي على الطاقه، وليها تاثير سلبي على الشخص اللي قاعد في المكان. مش هترتاح، هتحس ان انت مش مرتاح برضه في المكان. فلازم تفتح الاماكن دي. عايز تحط حاجه في الترابيزه في النص، حط حاجه في الترابيزه في النص، بس ما تحسش ان هي عامله اعاقه في حركه المكان. بتحس ان هي يعني لا، الدنيا سلسه، لان برضو تاثيرها مش حلو قوي لو حجمها كبير، او عامله اعاقه في الحركه بتاعتك. لو ما تعرف انها عامله اعاقه في الحركه بتاعتك، مضايقاك في الحركه، اعرف ان تاثيرها الطاقي مش حلو. لكن لو حطيتها وحاسس ان انا بتحرك عادي، ما فيش حاجه مضايقاني، لا انا كويس، اعرف ان طاقيا هيبقى كويس.
يعني انا بحاول اجيبها لكم بالتوازي كده، يعني انت والطاقه. لكن هي المفروض الحاجات دي ما تعملش اعاقه يعني المفروض كلامي ما يعملش اعاقه في حركه الطاقه. لكن بقول لك انت ممكن تبقى المقياس عن طريق اللي انا بقوله لك ده، ان انت ما تمشي في المكان او وانت داخل او انت خارج ما تحسش ان في حاجه بتضايقك في الحركه. لا ماشي كويس، لا انا تمام، مش بلف وادور مثلا في الحركه في المكان في البيت علشان اوصل للمكان اللي انا عايزه. فالممرات والمداخل والحاجات دي كلها لازم تبقى مفتوحه وسالكه علشان حركه الطاقه في المكان تبقى كويسه. دول اهم النقاط في احساسك ان انت وانت قاعد في البيت تبقى مرتاح. من برضو من اهم الحاجات واخر نقطه ان شاء الله، ويا رب اكون جبت لكم كل النقط اللي بتكلم عنها، ومعلش طولت عليكم والله بس حقكم عليا. المكان اللي انت بتحب تقعد فيه ده انا آه ما اعرفش، انا دايما بحس كده انا هقعد انا قاعد في المكان ده على طول، يعني طاقته حلو بقى طاقته وحشه هو ده المكان بتاعي. آه ان انت تغير مكانك. يعني مثلا لو عندك كنبه، عندك كرسي، عندك حاجه معينه انت بتحب تقعد عليها هي بالذات، آم، حاول تغيرها، ما تقعدش على طول عليها على طول، غير الشيء ده. بعض الناس طبعا ابو حبايبي اللي يقعد على السرير تلاقيك نومك على السرير، قعدك على السرير، كل حاجه على السرير. احيانا ساعات بتحصل معايا. آم، موضوع السرير، لا سيب السرير مثلا وانزل غير الدنيا شويه، يعني ريح السرير شويه، روح اقعد على كرسي، روح اقعد على فوتيه، على كنبه، على اي حاجه. تغيير المكان ده حلو علشان زي ما قلت لكم الشيء اللي انت بتبقى لابسه او الحاجات اللي انت بتتعامل معاها بتاخد من طاقتك. فالسرير بياخد من طاقتك، الفوتيه او الكنبه بتاخد من طاقتك، الكرسي اللي انت قاعد عليه بياخد من طاقتك. فغير بحيث ان هو الهواء لما يدخل ويحصل تغيير للطاقه، طاقه الشيء ده تتغير وتبقى احسن، فتيجي في مره تانية تيجي تقعد عليه او ترتاح عليه تلاقي نفسك مرتاح، ما تحسش ان هو فجاه. انا كنت مثلا مرتاح لما قعدت على نفس الكرسي بتاعي، بدات اتخنق تاني او احس بخنقه غريبه او ضيق او غضب غريب. ليه؟ طاقه محمله بالمشاعر. فممكن يكون من قبلها كنت عندك ضيقه، غضب، حاجات بتفكر فيها او حاجه افتكرتها وحشه، فعملت لك فعملت لك الضيقه والغضب ده والنرفزه دي. فما جيت لما قعدت على مكان تاني، جزء من الطاقه دي اتنقل لك تاني، فبدا يحسسك بالخلقه والغضب والضيق. فالاماكن دي سيبوها شويه تتغير لها طاقتها، واقعدوا عليها تاني. ما تبقاش لو بتحب بقى تقعد عليها كتير برضو، حاول بقى ما تبوظهاش بالطاقه. يعني ما تبقاش جاي مثلا من شغل وتعبان قوي 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 وتيجي تروح قاعد عليها، هتبهدلها بالطاقه. لا اقعد في مكان تاني ارتاح، ولما جسمك يرتاح والدنيا تفك عندك ونفسيتك تفك، روح اقعد على الكرسي اللي انت كنت بتحب تقعد عليه. تمام. او عايز برضو تساعد في التنظيف الشيء ده، زي ما قلت لك ميه وملح، وعاء تحط فيه ميه وملح وتحطه على الكرسي او تحت الكرسي على حسب لو في فراغ تحت الكرسي. ناس تانية هتقول لك عندي اطفال وبيبهدلوا الدنيا وبيغرقوا الدنيا، ممكن كبشة ملح تتحط. مش عايز تبهدل الشيء ده بكبشة الملح، هتجيب كيس مفتوح، ما تقفلش الكيس، يعني ما تحطش كبشه الملح في الكيس وتقفله وتحط على المكان، لا الكيس يبقى مفتوح. تقطع كيس مثلا او تسيب البق بتاعه مفتوح وتحط كبشه الملح وتسيبه على الكرسي او الفوتيه او الكنبه. زي ما قلت لكم برضه من 6 ساعات لما فوق. عدت 24 ساعه تشيل الحاجه ترميها وتغير بدلها لو عايز تجديد للتنظيف. تمام. دي اهم النقاط، انك تبقى قاعد في بيتك في المكان اللي انت بتحب تقعد فيه، قاعد فيه مرتاح وقاعد فيه مبسوط ومش حاسس بخنقه. علشان ما تطلعش خنقتك على اللي حواليك وتبهدل الناس اللي انت بتحبهم وبيحبوك. آه حاول تهدى، اتحكم في غضبك، وامشي على النقط اللي انا قلت لك عليها دي. اصلا ان شاء الله باذن الله هتفرق معاك فرق يعني لا تتخيل. تمام. بس زي ما قلت لكم النقط دي تتعمل كمجموعه، يعني ما تبقاش بعمل نقطه واحده منتظر فرق. ممكن اعمل نقطتين، ممكن اعمل 3، ممكن اعمل 4. كل ما تكتر كل ما هيكون التاثير احسن واجمل، وهتلاقي في فرق فيه في الراحه النفسيه بتاعتك. تمام. اشوفكم على خير يا رب. يلا خلي بالكم من نفسكم.